لا صعب صعب. المسلسل كله صعب بملابساته، بتركيبة شخصية حياة، بالعمى بتصاب بيه، بتركيبتها الصلبة قوي، البوكر فيس صعب قوي تنبؤ باللي بيحصل جواها. طول الوقت هي جواها براكين، لخبطة ودربكة وصراعات وانهيار، لكن هي ما بتبينش حاجة. شخصية جميلة جدا، متحكمة في نفسها، ضابطة كل انفعالاتها. فبيبقى صعب قوي ان انا ابين انه لا شيء، بس يبان في العين ان هي منهارة، بس هي يعني الحاجة اللي نقدر نفهم حياة طول المسلسل هي دي اللي هنقدر نقرا منها، بس هي وطاقتها كل حاجة شوية. انا مؤمنة جدا بطاقة البني ادم. انت هتحسي انها هي يبدو انها قاعدة كده، لكن هي مش كده، هي في جوه ورشة. انت شريرة ده ولا طيبة دلوقتي؟ مش عارفة. الدور ده صعب انها تبقى الاول مش كفيفة وبعدين تبقى كفيفة. طبعا طبعا كل حاجة، وبالذات انها تعرضت لازمات. يعني هي المشكله مش انها بس فقدت بصرها، المشكله انها فقدت بصرها واتحطت في ازمه كبرى، وعليها انها تتعامل ومحتاجه البصر. يعني هي محتاجه البصر في الحاصل لها ده. كلنا محتاجين طبعا البصر، ربنا يعين كل اخواتنا المكفوفين، لكن هي في امس الحاجه لان هي في ازمه كبرى يعني. بس برضو هرجع اقول لك انه كان صعب قوي انه فقدان البصر، اني اقدم شخصيه فاقده البصر، لكن ده مش اصعب ما فيه. دي حاجات تانية هتبقى صعبة. طب هو المسلسل ده برضه ما كانش هيكون رمضان اعتقد؟ لا انا ماضياه انه بلاتفورم 8 حلقات. الحاج احمد بعديها قال لي هخليه 10 حلقات، وبعد كده قال لي ان هو يفضل انها تبقى 15 حلقه، واتكلم طبعا قبل ما يقرر القرار ده مع الاستاذ المؤلف الاستاذ احمد عبد الفتاح، انه هل الاحداث تتحمل انه من 8 ل 15. فاستاذ احمد عبد الفتاح قال له